ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف حال يا رب، وفي ألف حال وفي أحسن حال يا رب. كنت طالعة أقول لكم الحمد لله. بدأت أظبط في الشقة عن الأول الحمد لله. ومش ناقص لي الا المطبخ، لسه ما علقتوش لحد دلوقتي. لكن السراير ركبت والدولاب ركب والهدوم اتطبقت والحاجه اتحطت في مكانها الحمد لله. لسه الشقه عايزه مسحه حلوه كده اهوت وعايزه تتفرش. بس انا بصراحه مش عارفه هفرش الشقه دي منين. الشقه ما شاء الله طبعا كبيره عن اللي انا كنت فيها، فكبيره وواسعه، فاللي هو مش عارفه هفرشها ازاي بصراحه. آه، الفرش اللي عندي مش كتير. كان الفرش اللي عندي يا دوبك كنت بجيبه على قد الشقة، على قد الشقة التانية. فالفرش هنا مش عارفة بصراحة هظبطها ازاي يعني وهرسقها ازاي. بس ان شاء الله هتمشي. وكنت عايزه اقول لكم بعد الصبر جبر، ده فعلا حقيقي. انا فعلا صبرت في الشقه اللي انا كنت فيها ديت 17 سنه. فبصراحه كنت مش مرتاحه فيها. اول ما جيت اتجوزت اصلا انا اصلا ما اخترتش الشقه دي. انتوا عارفين لما انتوا ما بتختاروش حاجه، او مثلا يعني او مثلا حاجه تتفرض عليكم، بتعيشوا طول عمركم حتى لو الحاجه حلوه. يعني الشقه والله العظيم حلوه ما شاء الله اللي انا كنت فيها وجميله وكل حاجه. بس كانت مشكلتها ان انا ما اخترتهوش. انا بالنسبه لي ما دام ما اخترتهوش ده مش بيبسطني خالص. يعني انا لازم اختار الحاجه، يعني ايه، اقتنع بالحاجه واختارها علشان اتبسط فيها. انا ما كنتش عارفه اتبسط فيها اني ما كنتش مختاروها، يعني انا ما اخترتهاش. انا واخده الحمد لله جوزي دوت على حب. وكان كل اللي في دماغي ان انا عايزه اعيش معاه بس، بحبه وعايزه اتجوزه واعيش معاه وبس. ف فكنت عايزه اكمل لكم اقول لكم فاللي هو ايه، عايزه اعيش معاه بس. فاللي هو كنت مش شايفه بقى، لا انا عايزه حاجه كذا ولا عايزه في مكان كذا ولا لا. ما كنتش بختار، انا عايزه البني ادم دوت وبحب البني ادم ده. فاللي هو اعيش معاه على اي حاجه، يعني اعيش معاه لاي حاجه. هي الشقه ما كانتش اي حاجه والله، وجميله. وانا صورت فيديوهات كتيره فيها معاكم. ما شاء الله المطبخ كان كبير وواسع والشقه حلوه وكل حاجه. بس زي ما انا قلت لكم كان فيها عيوب كتير. يعني ابسط الامور كانت العيب الميه. انا رمضان اللي جاي ده كان هيبقى ثالث سنه ليا من غير ميه. ف... فالحمد لله فصبرت وسكت. بس طبعا كنت من جوايا متضايقه. الحمد لله في الاخر ربنا راح مطبطب عليا كده وراح جبر بخاطري. انا مش واخده الشقه اللي انا فيها دي تمليك ومش شقه العمر يعني. وهي برضو مش شقه مجرد وقت. بس كفايه. كنت بقول لكم بس كفايه ان انا حتى لو الواحد مش ضامن عمره، ومفيش حد بيملك حاجه في الدنيا دي. مهما عندك شقه تمليك، عندك عربيه التمليك بتاعتك، عندك ايه تمليك، كل ده احنا ضيوف في الدنيا ديت. يعني احنا في الدنيا دي ضيوف عليها مش اكتر ولا اقل. يعني احنا نفسنا مش مالكين النفس اللي بيدخل وبيطلع. فيعني احنا اصلا كده كده ضيوف في الدنيا. يبقى احنا يا ضيوف هنملك حاجه؟ يعني ينفع ضيف يجي عندك الشقه يملك حاجه في شقتك؟ لا. فهو احنا ضيوف في الدنيا ديت. فمش فارق معايا بقى قانون جديد قانون قديم تمليك، مش فارق معايا. انا كل اللي فارق معايا ان انا اعيش في مكان ابقى مبسوطه منه. انتوا فاهميني؟ يعني ابقى مبسوطه في المكان دوت. لكن مش فارق معايا خالص تمليك ولا مش تمليك. كده كده دوت انا ضيفه في الدنيا وهمشي من الدنيا. فحتى لو انا مالكه حاجه فهي مش بتاعتي. يعني لو هي بتاعتي دلوقتي مش بتاعتي بكره. انتوا فاهمين قصدي؟ فانتوا فاهمين قصدي. فانا بصراحه ما بيفرقش معايا. لا انا عايزه شقه تمليك، لا انا عايزه شقه ايجار قديم، لا انا عايزه استقر، لا مش كله بتاع ربنا. كل التدبيرات ديت وكل حاجه بتاعت ربنا. انتوا فاهمين؟ احنا ملناش حاجه في الدنيا اصلا. انت نفسك ما تملكيش العيل. يعني ما انت اساسا مش العيل دوت وابنك ومن لحمك ومن دمك، لكن ما تملكوش ان هو يعيش معاك العمر كله. ده بتاع ربنا، كل حاجه بتاعت ربنا. فاحنا ما نملكش حاجه في الدنيا. فعشان كده انا ما يفرقش معايا كنت عايشه في شقه تمليك ولا عايشه في شقه قانون جديد. انا كل الفرق معايا الوقت اللي انا عايشاه في الدنيا ديت اعيشه مرتاحه ومبسوطه، ولا اكتر ولا اقل. انا عارفه في ناس كتيره بتتنك وتقول لا
انا عايزه شقه تمليك، انا عايزه استقر، لا انا عايزه حاجه بتاعتي، لا انا عايزه احس ان انا عايشه في امان. مفيش الكلام ده خالص. انا بالنسبه لي انا بكلمكم من وجهه نظري ومن اللي جوايا انا، مش من وجهه نظر حد. ففهمتوا قصدي؟ فكل واحد ليه وجهة نظر، وفي ناس لا انا عايزه استقر واعيش. مش معنى كده هوت ان انا ما عنديش ما عنديش يعني ما عنديش ايه امل لبكره، ما عنديش مثلا ما بتفكريش في بكره، لا انت عايشه كده اليوم بيوم. ولا الموضوع مش كده خالص والله العظيم. هو كل الموضوع ان انا عايزه الفتره اللي انا ضيفه في الدنيا فيها، والشويه اللي انا عايشاهم في الدنيا اعيشهم مبسوطه بس، ولا اكتر ولا اقل. انا الشقه التانية ديت انا والله العظيم انا قلت خلاص انا عشت فيها وهموت فيها ومش عارفه اطلع منها. كنتش مبسوطه وكنتش مرتاحه وما كنتش حاجه بسطاني خالص فيها. وكان نفسي طول عمري ان انا امشي من الشقه دي واختار حاجه بتاعتي انا، حاجه اتبسط فيها انا. انتوا فاهمين قصدي؟ ف... فما دام احنا كده كده تشوف في الدنيا ديت وكده كده هو احنا ماشيين منها خلاص، مش فارق بقى تمليك او مش تمليك او كده هو. مع ان اللي بيعمل لعياله، يعني ممكن تقولي ايه عشان تعملي انتوا فاهمين قصدي؟ مش معنى كده ان انا ما عنديش امل بقى وان انا ما بفكرش في المستقبل وما بحبش المستقبل، لا 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 لا. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا عايزه اعيش مبسوطه الفتره اللي انا عايشاها. يعني انا عايشه مثلا سنه سنتين ثلاثه اربعه انا عايزه اعيشهم مبسوطين. ما انا ممكن يكون يعني في ناس كتير عندها شقق تمليك وبتاعتها بس مش مبسوطه. انا عارفه ان الايجار غالي جدا جدا جدا، والقانون الجديد ده برضو مش حياه مستقره، بس مش مشكله. انا بالنسبه لي دي كلها ارزاق بتاعت ربنا. الاجور العالي قوي ده والغالي قوي والاستقرار وكل ده، كل ده كده بتاع ربنا مش بتاعنا احنا. فانا كل اللي انا نفسي فيه ان انا اعيش مبسوطه. يعني انا دلوقتي قاعده مبسوطه الحمد لله، مرتاحه، نفسيتي احسن من الاول. فده بالنسبه لي الدنيا واللي فيها. لكن اني استقر بقى ان انا اقف في شقه تمليك او مش تمليك، ده ما يمنعش ان انا نفسي اعيش عيالي في استقرار، او ما يمنعش ان انا نفسي اعيش يعني اعيش عيالي في شقه تمليك. او ده فاهمني؟ ده ما يمنعش ان انا نفسي في كل الحاجات دوت. بس في نفس الوقت بس في نفس الوقت آه يعني انا دلوقتي نفسي، بس مش بايدي اعمل ايه. اموت نفسي ولا مثلا اجي على جوزي، على الراجل اللي معايا اجي عليه؟ لا. على قد لحافك مدت رجليك، يعني على قد عيشتك وعلى قد حياتك. ما تروحيش تبصي لحاجه اعلى من اللي انت فيها. انا كده انا بص اقول لكم على حاجه. انا عامه برج العذراء، فبرج العذراء ده تحسوا ان هو عقلاني قوي اكتر من ان هو ليه في المشاعر وكده. فهو عقلاني قوي، انا عقلانيه جدا. انا على قد المستوى اللي انا فيه ببص عليه، ما اقعدش ابص لفوق كده وخلاص، لا. عشان حتى ما احبطش نفسي وما اكتئبش نفسي. انتوا فاهمين قصدي؟ ف... فالحمد لله، الحمد لله لك الحمد والشكر ليك يا ربي. انا احمد ربنا بعد السماوات والارض. الحمد لله على كل حاجه. انا مبسوطه وان انا دلوقتي يعني بقيت في مكان تاني جديد، وان انا خرجت من الشقه اللي انا كنت فيها. قلت لكم هي ما شاء الله كانت حلوه وكويسه، وهي كانت اوضتين وصاله ومطبخ وحمام، بس المساحه بتاعته ما شاء الله حلوه جدا. مساحه الاوض كبيره، مساحه الحمام والمطبخ كبار. صورت لكم كذا فيديو يعني اللي ما شافش يشوف الفيديوهات القديمه. الشقه حلوه وكل حاجه، بس هي عايزه عروسه وعريس ومعهم مثلا عيل صغير، يعني فاهمين؟ لكن انا ما شاء الله عيالي كبروا. ابني دلوقتي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله طالع تانية ثانوي، بنتي طالعه تانية اعدادي، ابني في اولى ابتدائي طالع اولى ابتدائي. فاللي هم العيال ما شاء الله كبرت، الشقه صغرت علينا والعيال كبروا عليها. انتوا فاهمين قصدي؟ وكمان كنت عايزه اقول لكم اللي هتفهمني وتحسني اكتر اللي معاها البنات والصبيان. يعني مثلا انت عندك بنت وعندك ولد، ما تبقيش برضو عايزاهم يبقوا في اوضه واحده. نفسك بنتك تستقر في اوضه لوحدها وابنك يستقر في اوضه لوحده. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني انا مش حابه إن يعني انا معايا بنت ومعايا ولد، مش عايزاهم يبقوا في اوضه واحده. عايزه البنت تبقى ليها اوضه والصبيان ليها اوضه. انتوا فاهمين قصدي؟ على فكرة تدبيرات ربنا دي فوق كل شيء أقسم بالله. يعني أنا كان نفسي طول عمري في شقة فيها بلكونة.
تتخيلوا يعني حلمي في شقه فيها بلكونه، وبعد كده اقول ايه بس لو الشقه فيها بانيو، والله العظيم لو الشقه فيها بدل يعني صوره وريسبشن قطعتين، لو الشقه فيها مطبخ امريكاني كده ومش عارفه، عارفين، راح ربنا بقى كل حاجه كان نفسي فيها واحده بس، راح جاب كل اللي نفسي فيه وراح حطه في حاجه واحده وراح مديه. انتوا فاهمين قصدي؟ شوفوا بقى يعني ربنا وتدبيراته يعني. فالحمد لله، الحمد لله لك الحمد والشكر يا رب على كل شيء وعلى كل اللي انت اديتهوني، وفرحانة ومبسوطة، ونفسيتي الحمد لله بقت احسن، ولسه كمان لما امسح وافرش والمطبخ يتعلق والدنيا تترصق اكتر، ده اكيد هيفرق في نفسيتي اكتر. وكمان انا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتيره ما بتفرقش معاها الشقه، يعني في ناس متجوزه حريم يعني، عايزه تخرج، عايزه تتنطط، عايزه تروح، عايزه تيجي، مش عارفه ايه الحاجات دي بتفرق معاه، عايزه تلبس، عايزه تتشيك، عايزه لا، انا بحب البيت قوي، وبحب البيت قوي وبيفرق معايا البيت، يعني حتى لما بيجي عيد ميلادي اقول لجوزي ايه، هات لي، ما تجيبليش هديه ليا، هات لي هديه للبيت، يعني هات لي سجاده، هات لي مفرش سرير، هات لي حافظه، هات لي طقم حلل. انا كده، انا بحب البيت جدا عكس اي حد، يعني بحب البيت وبحب اظبطه. فانا يعني في ناس برضو في حريم زيي برضو، اللي هو ايه، في حريم بتحب البيت، بتحب ممكن تفرح بحله، ممكن تفرح بستوره، ممكن تفرح بملايه سرير، ممكن، انا من الناس ديت، انا افرح بالحاجات دي. ما بنزلش كتير، يعني انا مثلا انا ممكن والله العظيم اقعد بالشهر في البيت وبالشهرين ما انزلش، ما اشوفش الشارع. ف وما بيفرقش معايا وعادي. بس ايه، بحب البيت بس طول ما البيت متوضب ومتظبط، ده بيحببك في المكان اكتر، يعني لو البيت دوت على هواكي وعلى مزاجك وكده، ده بيحببك في البيت اكتر. وفعلا حقيقي والله العظيم مفيش اهم من البيت. هتقولي ده في فيديو كنت انت طالعه فيه وبتقولي ايه، اوعي تتجوزي في قانون جديد واوعي مش عارفه ايه وخليكي في لا، في البدايه انا لو رجع بيا الزمن ما اتجوزت، انا هختار. انتوا فاهمين قصدي؟